السلام عليكم خوتي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيان، صحيحه مزيان، كداير مع القرايه وشي هو هذاك. عجبكم الفيديو اللي فات؟ شكرا على التفاعل ديالكم وعلى اللايكات، وحنا راجعين الحمد لله، وان شاء الله راه ما كاين غير الجديد. بعد دخلت المدرسه شويه نخلعوا الاستاذات، نخلعوا التلاميذ، كنضحك معكم. الله يسهل عليكم ان شاء الله، عام زوين بالنجاح وبالافراح والمتمنيات ودا كاع داكشي اللي باغيين. قراو مزيان، الانسان ان شاء الله في صحته وفي القرايه ديالو، والله يسهل عليكم. القصه ديال اليوم وقعت في النواحي ديال قنيطره 2010. حنا ما عندناش القتله التسلسل في المغرب، الجرائم كيوقعوا بعشوائيه، يعني الانسان كيدابز مع انسان، شي واحد عنده مشكل مع شي واحد على ود الورث، على ود هادي، على ود هادي. يعني ما عندناش القاتل اللي كيقتل على ود المتعه، على ود الشهوه. ولكن في 2010 هادشي اللي كان وقع، تسمعوا معايا غادي يجيكم عجاب. كان واحد الاستاذه سميتها فاطمه كتقري في النواحي ديال قنيطره، او معلمه. واحد النهار كتقري، اكتشفت عندها واحد السيده لابسه داكشي مدربل، واكله العصا، حوايجها مقطعين، باين عليها حاله ديال القهره مسكينه. حلت شفات الاستاذه هذه، قالت لها شنو حب الخاطر لاله؟ قالت لها شوفي اختي راه ضاربني راجلي وهاربه منه، راه مبغيتش نبقى نبات في الزنقه، عارفه الديا بغا يفترسوني ويعرفوني بوحدي، وفيا الجوع وفيا هادي وفيا كذا وفيا كذا. المعلمه مسكينه حل قلبها، قالت لها كان ميمكنش ندخل انا مرة ما كنعرفهاش. مبقاتش الثقه، ما بقاتش هادي. قالت لها لا والله ما عندك مناش تخافي، نعطيك لاكارت، نعطيك هادي، نعطيك كذا، نعطيك عهد الله والله ما نغدرك، نطيب ليك، نصب ليك، نتعاونوا بيناتنا، الزمان راه صعيب، هادي. المعلمه جات من الجنه والناس، قالت مزيان تجي تعاوني ونعاونها، انا غير بوحدي وتونسني تعمر عليا الدار، خصوصا في واحد الدوار اللي خاوي يعني فيه ما يدار. قالت لها استني حتى نسالي، فعلا سالات، داتها للدار، عطاتها الحوايج وكلاتها. غد الاخر كيلقاو المعلمه فاطمه الله يرحمها مقتوله بعده طعنات في الصدر ديالها والعنق ديالها، بواحد الطريقه اللي وحشيه، الدار ديالها مسروقه. قالوا انه الجريمه تقدر تكون شي حسيفه او شي واحد مولا الدوار هو اللي دخل عليها للدار وسرقها، ولكن ما كاين اغتصاب، ما كاين اقتحام، ما كاين حتى شي حاجه. يعني اللي دخل قتلها من وسط الدار عاد خرج. بدات التحقيقات، حقوا مع المدير، حقوا مع الناس ديال المدرسه، والدين دوك التلاميذ، الدراري ديال الدوار، العائله ديالها، ما وصلوا حتى شي حل، خصوصا انه كانت الامور ما متطوراش بحال دابا. وقعت الجريمه الاولى، دازت سيمانه، طرات الجريمه الثانيه من نواحي قنيطره بنفس الطريقه. وقعت الجريمه الثالثه مر سيمانه عاوتاني، الرابعه الخامسه السادسه، وكاين هاد الرابعه والخامسه والسادسه غير الاستاذات خداو طعنات قاتله ولكن ما ماتوش، ولكن بنفس الطريقه وبنفس الوحشيه. هنايا الصحافه كتبدا تضغط، الناس كتبدا تهضر، الامن كيهبطوا عليه القرايديه، الصحافه كدوي من هنا، وزاره التعليم ولاو الاستاذ خايفين انهم يقرروا، كان العام غادي يحبس في ديك المنطقه. هنا طرا واحد الاجتماع عاجل بين مندوب وزاره التعليم وبين والي الامن وبين والي الجهه، وكانوا شي محققين اللي عارفينهم انهم اكفاء وقد المسؤوليه، وجاو من قنيطره كامله، لدرجه انهم اتصلوا بشي وحدين من الرباط باش يمشيو لعندهم. بدات الهضره كدور، شنو غادي نديرو. مندوب وزاره التعليم معصب، تقول لهم ما يمكنش نكملوا بحال هكا، راه ضرب صوره التعليم لواحد الدرجه اللي كبيره، خصنا ضروري نلقاو حل، ولا حتى شي معلمه ما غتبقى تقري في المغرب كامل، راه ماشي غير في قنيطره. ولي الامن وولي الجهه داروا عند دوك المحققين اللي ما عندوش شي فكره ينفعنا بها. واحد المحقق قال لهم نزرعوا البوليس في جميع المدارس اللي كاينين في هذه الجهه هذه. نقز محقق واحد اخر قال لي هذاك الشيء غادي يكون باين، غتحط راجل او جوج رجال في واحد المدرسه راه باينين بوليس، يعني راه داك المجرم ما غايجيش يقلب عليهم، وداك الشيء غادي بالتسلسل، يعني كيدوز من دوار لدوار، اقليم لاقليم، يعني قنيطره غيتسارع عليها كامل. ويقول لي شنو غادي نديرو؟ غنشوفوا مفتشات اللي واصلين لاعلى درجات التدريب وعارفين شنو كيديروا وتايقين في راسهم، اللي غتحطها وسط 10 الرجال بجناوه ما غيديروا لها حتى شي حاجه، غتجيبهم كاملين للارض وغتمينطهم. فعلا هزلوا شي 6 ديال المفتشات وحطوهم في داك البلايص اللي عارفين انه داك القاتل يقدر يوصل لهم، حتى الجريمه هذه ما تقدرش ديرها مرة، ما شكوش هما في الاول في مرة، حيت راك عارفين البنيه الجسديه ديال المراه كيفاش دايره، ودرجه الوحشيه في هذا القاتل راه بزاف، يعني ما كيضربش ضربه واحده ويحيد، كيبقى يضرب يعني حاقد ديال بصح. صراحه المفتشات طلبوا من المدير انه هذا الشيء يكون على اعلى درجه من السريه باش ما تسربش الاخبار ويضرب لهم كلشي في الزيرو. طلبوا من المعلمه او المفتشه انها تعامل طبيعي عادي، ما دير حتى شي رده فعل كتبين انها ماشي معلمه، وبقات الامور غاده. 2 سيمانات بدون جديد، حتى قالوا انه هذا القاتل هذا يمكن حبس او خاف انه يتشد. كتجي واحد السيده عند واحد المفتشه في سيدي قاسم، السلام عليكم. السلام وعليكم السلام، شنو بغيتي لاله؟
قالت لها انا مقطع بيا الحبال وهادي وكذا وكذا وكذا، وتبكي على من هنا وتبكي من هنايا، وخصني فين نبات، وراك عارفه الدياب في الزنقه يفلسوني وهادي وانا وكذا وهادي وهادي والبرد والشتاء. قالت لها ولكن انا ما كنتش ندخل واحد المراه ما كنعرفهاش لداري، وراك عارفه مابقاتش الثقه ود الجرائم اللي كيوقعوا هادي وكذا. لا لا لا، واش انا نقدر ندير بحال هكا؟ شوفي غير وجهي وحلني في حالتي حتى انت تقدري تكوني بلاصتي، وانا فيا الجوع وباغي غير فين نحط الراس وهادي وكذا ونعاونك. مبغاش تبين لها ديك المفتشه في الاول انها بساعه انها غتدخلها، راه باينه غتكون هي عارفه انه مبحوث عنهم، يعني ما كاينش شي واحد غادي يجي ويدخلك لدارو في البلاصه. قلت لها وشنو غديري؟ تسنيني حتى نسالي ونديك معايا للدار. فعلا ديك المفتشه اتصلات برجال الامن اللي كاينين برا. راه كاين واحد كيشطب داك الزبل حاشاكم، راه بوليسي جالسين في الطوموبيلات البيكوبات الكبار مع الفلاحه بوليس، يعني الدنيا مطوقه بالبوليس ما عندهم كيفاش يزعقوا. قالوا لها قبل ما ديها للدار دوزيها للصا وقول لها نتقداو العشاء باش نشوفوا شكون اللي كاين معاها. فعلا داكشي اللي كان. المحققين من بعيد كيراقبوا انه السيده غاده كتواصل بالعينين مع واحد تابعها بحال الخيال ديالها من موراها. تقدات داكشي اللي خاص، مشاو للدار. هاد المفتشه هادي على اعلى درجه من التدريب، عندها فردي ديالها، مينوط ديالها، الزرواطه، يعني كلشي كاين ومجهزه وعارفه شنو كدير، وعندها اللاسير كيفاش كتواصل. تعشاو، فرشات لديك السيده واحد البلايصه في واحد البيت ومشات هي للبيت الاخر، ولكن ما نعساتش، بقات كتسنى شنو غدير ديك السيده. ناضت، جبدات الجنويه من تحت منها، جبدات بيل وبدات كتسني على برا 3 ديال الضربات بالبيل. جاوبها عاوتاني موراها بشي ثواني قليله البيل معنا برا. هنا يعني انه العمليه غادي تبدا. طفات البيل، دخلت للبيت، ولكن كتلقى المفتشه كتسناها، هزاتها بنص، طيحاتها الارض، دارت لها سكوتش على فمها باش ما تهضرش. هنا تواصلات مع الرجال اللي على برا ديال البوليس، قالت لي ما شنو كاين وشنو كاين، راه السيده راه شديتها. قالوا لها دابا غتهزي داك البيل وغضربي 3 ضربات كما الاول ونشوفوا شكون اللي غادي يجاوبك، حيت خافوا انهم يكونوا اكثر من واحد ويمشيو لديك الجهه وما يلقاو حتى شي حاجه، او يشدوا واحد ويهربوا الاخرين. ضربات بالبيل، جاوب عاوتاني البيل مع برا، وبدا واحد السيد غادي حتى هو داب الجنويه من تحت منه وغادي داخل للدار. البوليس ما تدخلوش، خلاو المفتشه منها عليه، عاوتاني طيحاتو الارض، مينطاتو، عيطات عليهم من برا، جاو داو. الحاجه الوحيده اللي ما عرفش الحدود اللحظه وعيش ما نقلب عليها في عده مصادر، لا في الصحافه لا في يوتيوب لا فيسبوك، شنو الدافع اللي كان عند هاد الناس هادو، هاد السيد وهاد السيده. كون كان دافع السرقه غتنوض لهاد المراه، تربطوها او غتسدوا لها فمها وغتشفروا الدار وغتزيدوا. بزاف الاسئله كيدوروا ليا في راسي ولكن ما عرفتش السبب. في نظركم نتوما هاد الشيء كان بدافع الاستمتاع، او انه جريمه كتطور ولات سرقه، من سرقه يعني كتولي قتيله، يعني كان الغرض السرقه فاش انه ديك فاطمه الله يرحمها قاومات او شي حاجه قتلوها سابقا مكملين في القتيله، او فعلا هاد الناس هادو كانوا مراد وعندهم الهدف انهم يقتلوا بالتسلسل، يعني عندهم متعه في القتيله. جاوبني في كومونتير وقولي شنو بان لك وشنو بان لكم في هاد القصه هادي، وان شاء الله نلوحوا قصه جديده عاوتاني كل يومين 3 ايام قصه. ما تنساش ليا لايك كومونتير وبارطاجي الفيديو مع صحابك. وتحيه لرجال التعليم ونساء التعليم، ما تقلقوش علينا، راه القصه هادي الله يسهل عليكم ويسهل على التلاميذ كاملين، وتهلاو ليا في راسكم.